أسد الريف الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي. ولد في بلدة أجدير بالريف المغربي عام 1882 ميلادي. نشأ في أسرة ذات علم وجاه، وتلقى تعليمه في القرويين بفاس، مما مكنه من الجمع بين الثقافة الإسلامية العميقة والاطلاع على السياسة الدولية. لم يكن الأمير مجرد قائد حرب، بل كان قاضيا ومعلما وصحفيا قبل أن تضطره الظروف لحمل السلاح. لقب بأسد الريف لأنه استطاع توحيد قبائل الريف المتنازعة تحت راية واحدة لمواجهة الأطماع الاستعمارية، وأسس نظاما إداريا وعسكريا متطورا، جمهورية الريف، سار به نحو بناء دولة حديثة قادرة على الصمود أمام إمبراطوريات كبرى. عبقرية عسكرية. المعارك والانتصارات. اعتمد الخطابي استراتيجية حرب العصابات، مستغلا معرفته الدقيقة بتضاريس الريف الوعرة، مما جعل الجيش الإسباني رغم تفوقه العددي والتقني يقع في فخاخ قاتلة. 1. معركة أنوال 1921. كارثة أنوال هي المعركة الأشهر والأكثر تأثيرا في التاريخ العسكري الإسباني. الخطة: استدرج الخطابي القوات الإسبانية بقيادة الجنرال سيلفستر إلى عمق الريف، ثم قطع خطوط إمدادهم وحاصرهم في منطقة أنوال. النتيجة: انتصار ساحق للمغاربة، قتل وأسر آلاف الجنود الإسبان، وانسحب الجيش الإسباني مذعورا، تاركا خلفه كميات ضخمة من الأسلحة والعتاد التي استولى عليها جيش الخطابي. 2. معركة أدهار أبران. تعتبر هذه المعركة مقدمة لمعركة أنوال، حيث نجح المجاهدون في استعادة مواقع استراتيجية، ورفع ذلك معنويات الريفيين بشكل كبير، وثبت قدرة الخطابي على التخطيط الناجح. بعد اشتداد الضغوط وتحالف القوتين الإسبانية والفرنسية ضده، واجه الأمير عبد الكريم الخطابي مرحلة جديدة في حياته انتهت به في أرض الكنانة. إليك كيف وصل إلى مصر وأمضى بقية حياته هناك. الاستسلام والنفي. في عام 1926، وبعد استخدام المستعمر للأسلحة الكيماوية وتضييق الخناق، قرر الأمير الاستسلام للفرنسيين حقناً لدماء الريفيين. تم نفيه إلى جزيرة لارينيون في المحيط الهندي، حيث قضى هناك نحو 21 عاماً. اللجوء السياسي إلى مصر 1947. أثناء نقله من منفاه إلى فرنسا عبر السفينة، توقفت السفينة في ميناء بورسعيد بمصر. استغل الأمير هذه الفرصة، وبمساعدة من القوى الوطنية المصرية والمغاربة في مصر تم تهريبه، أو بالأحرى استجار بالملك فاروق وبالشعب المصري. طلبت مصر رسميا لجوءه السياسي، فاستقر في القاهرة، ومن هناك واصل نضاله السياسي من خلال مكتب المغرم العربي. الوفاة والضريح. توفي الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي في القاهرة في 6 فبراير 1963، ودفن في مقبرة الشهداء بالعباسية، حيث كرمته مصر بجنازة رسمية مهيبة تليق بمقامه كزعيم عالمي للتحرر. والآن نختتم الفيديو بمقولته الخالدة التي تلخص فلسفته في الحياة والجهاد: ليس هناك انتصار أو هزيمة، نجاح أو فشل، بل هناك واجب، وأنا قمت به قدر استطاعتي.